بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا ومرحبا بكم. النهارده معانا فيديو جديد بنتكلم فيه عن الشتاء. طبعا الشتاء والبرد والمطر لازم نستعد كويس. اول حاجه بنتكلم عن الاخوه اللي بيربوا في عشه. اخواتنا الصغيرين اللي بيربوا في عشش فوق السطوح، مش اوضه مقفوله كويس او متعرشه. لازم تحط عليها مشمع، يكون مشمع بميل في اتجاه علشان خاطر لما تصلت مطره بتنزل متغرقش الغايه بتاعتك. تقفل المكان كويس بمشمع، يكون عامله سلك او سدايب او خشب. تحوط على الغايه بتاعتك بطوب. الناس اللي اخواتنا الصغيرين، الشتا يا جماعة يجي صعب السنة دي. لا قدر الله شوية مية نزلوا على البيض، خلاص الحمام. لو كان راد على البيضتين خلاص البيض ساع، خلاص ما بقاش فيه زغاليل. انت قاعد طول الشهر مستني الحصوتين، مستني جوز الزغاليل. شوية مية هينزلوا خلاص. تاني حاجة الناس اللي بتربي في أوضة، طبعا بقى الأوضة بقى متقفلة ومصبوبة ومتقفلة. الشباك البحري يا جماعة لازم نخلي بالنا من الشباك البحري. مش هقول لك اقفله خالص، بس ميبقاش موجه في وش الحمام. تمام. هتقفله بقى بخشب، تقفله بشكاير، شوف هتقفله بايه. بس طبعا الباب الشباك البحري ما يكونش موجه في وش الحمام. انتوا عارفين طبعا الصبح بدري بيبقى الجو عامل ازاي. تمام. لو الباب سلك برضه اقفله. نفتح القبلي. لو الجو ساقع شوية مفيش مشكلة ان احنا نهوي. طبعا الناس القديمة فاهمة الكلام دوت. طيب نيجي للإخوة بقى اللي بيربي في بلكونات. دي كارثة. البلكونة يا جماعة دي كارثة. يعني طول عمرنا بنربي في بلكونات، وأنا واحد من الناس أول ما ربيت وأول ما اتعلمت الحمام كنت بربي في بلكونة. نخلي بالنا كويس أوي أوي أوي. تلف السلاكة بتاعتك بمشمع، تبرشم البلكونة، وتسيب فتحات صغيرة للتهوية اللي هي جنب الحيطة. خلي بالنا يا جماعة كويس أوي من الحاجات دي. طيب. نيجي بقى الشغل بقى اللي هو الشغل الناس بقى اللي حابسة سلكات، والناس اللي هي عندها أصوص غالية. طيب بصوا يا جماعة الشتا دوت يعني الأمراض، يعني فيروسات. طيب أهم حاجة نرفع مناعة الفرد بتاعنا والحمام بتاعنا. عليكوا بقى وعلى الحاجات اللي هي روافع المناعة الطبيعية. شغل الخميرة، شغل العسل الأسمر. هنتكلم برضو هنعمل حلقات كده عن ازاي نستخدم الخميرة والعسل الأسمر كويس، وازاي نشغل الحاجات دي كلها مع بعض. طيب في حاجة بشري من الصيدلية البشري، اميولانت. ده رافع مناعة بشري. الناس بتوع الفراخ عارفاه كويس. بنحطه في الفراخ البيضة. ده حاجة ممتازة كده بترفع المناعة، وفي نفس الوقت زي تحصينة كده. دي حاجة زي مقويات، يعني حاجة كده زي مقويات بتخلي فرد الحمام مستعد للشتاء. استعد بقى للبرد، استعد للانفلونزا، استعد لأي حاجة. انت عارفين الشتاء بقى الجو كله معبأ بالفيروسات. تمام. طبعا الخميرة والعسل. خل التفاح يا جماعة، كل يومين تلاتة كده غطا خل تفاح على لتر مية. في حاجة اسمها زوفراكس بشري، ده برضو مضاد فيروسات. ده أسبوعيا نحط غطا كده على اللتر مرة في الأسبوع. نراعي يا جماعة فرق درجات الحرارة بره الأوضة وجوه الأوضة. ميبقاش الأوضة كاتمة أوي حر أوي، وبره الجو ساقع أوي. تمام. طبعا الحمام لو خرج بره هيبرد. دايما يبقى في نسبة وتناسب. ما نقفلش شباك البحر خالص، لا احنا ممكن نهديه شوية. نخلي بالنا يا جماعة من الحاجات دي. ممكن يبقى الفرد عندك سليم والدنيا تمام، وانت بخوفك على الحمام وبخوفك عن الحاجة قوي الحاجة تبرد منك. لازم نخلي بالنا من النقطة دي كويس. بلاش نشغل لمبة بالليل، ملهاش لازمة. مش هتدفي ولا بالعكس هتجيب لهم برد. حاجات كده صغيرة يا جماعة لازم نخلي بالنا منها. وبالتوفيق يا رب.